السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا وعلى كل متتبعي قناة كويزين شهرة ديزاد. إن شاء الله يا رب العالمين يلقاكم هذا الفيديو وانتم في كامل الصحة والعافية يا رب. اليوم بإذن الله تعالى جبتكم هذه التدبيرة. اليوم راح نحتفظوا بالجلبانة تاعنا كمصبرات، راح نصبروها مانيش راح نحتفظ بها في المجمد. يعني كاين بعض الأخوات ما يقدروش يحتفظوا بها في المجمد، ما يحبوش يديروها في المجمد ولا ما عندهمش مثلا مكان في المجمد. اليوم نقترح عليكم هذه الطريقة، هذه صحية وآمنة وراح تبقى معكم مدة عام. هذا الطريقة هذه يعني راهي مضمونة 100%، تبقى معك الجلبانة تاعك مدة عام ما يصرى عليها حتى شيء. تبعي فقط الطريقة والتفاصيل تاع الفيديو، كملي معنا الفيديو للأخير هكذا باش تستفادي ويستفادوا الكثيرين. وماذا بكم ما تنسونيش باللايك للفيديو والبارتاج للفيديو هكذا باش الناس كامل تشوف الوصفة ويوصل الفيديو تاعنا لأكبر عدد من المشاهدين. بسم الله وعلى بركة الله نبداو في الوصفة تاعنا. هنا اول حاجه جيبوا الجلبانه تاعكم. هنا ما تتقيديش بالكميه اللي نديرها انا، نتوما ديروا الكميه اللي تكفيكم ولا الكميه اللي بغيتو تحتفظوا بها، كيلو زوج ثلاثة واش كان متوفر عندكم. تجيبيها طبعا بعد ما تفتحيها وتنحي ذوك الحبات تاع الجلبانه، تغسليهم مليح مليح وتنقيهم من كاش شوائب يعني والاتربه وكل شيء، تنقيهم وديرهم هكا في صفايه وتخليها حتى تقطر وتنشفيها مليح، تخليها بجهه. وجبت هنا بلارات زجاجيه، جيبي البلارات اللي عندك راهم محطوطين عندك في الدار ولا في البلانكار، ما لقيتيش واش ديري بيهم حاكمين لك البلاصه جيبيهم وروحي نعمروا بهم فيهم الجلبانه تاعنا. اول حاجه لازمك تعقميهم، ديريهم في ماء بارد وديري عليهم وتخليهم حتى يبداو يغليو، وديري عليهم قطرات من الخل وتخليهم يغليو واحد الخمس دقائق، تنحيهم وتنشفيهم من الماء وتخليهم هكذا يقطروا وتخليهم بجهه. بعد ما تعقمين البلارات تاعك كامل، جبت هنايا الجلبانه تاعي. هنا راح نعمروهم هكذا، نعمرهم كميه كامل يعني نعمرو حتى الفم وخليها كمسافه باش نزيدوها نعمروها بالماء. هنا بنفس الطريقه راح تعمري البلارات تاعك كامل. هنا انا درت هنايا تاع كيلو وتاع 250 غرام ودرت تاع 500 غرام. يعني من الافضل ديروا هكا بلارات تاع 250 غرام باش تنحي هكا بكميات، لانه من بعد كل ما تحلي البلاره لازمك تستهلكيها، يعني ما تعاوديش تغلقيها وتخبيها. هنا بعد ما تعمري البلارات تاعك كامل تعمريهم مليح بالجلبانه تاعك وتكملي الكميه اللي عندك كامل، تحطيهم بهذا الشكل هذا وراح نضيفوا لها اضافات لازم تكون موجوده. هنا كل بلاره راح ندير لها ملعقه ماشي صغيره كامله ديك تاع القهوه يعني متوسطه، نديروها سكر. يعني كل يعني بلاره نديروا لها ملعقه صغيره. السكر يعتبر كحافظ للمواد الغذائيه. ومن جهة أخرى جبت أيضا ملعقة نفس الملعقة ملح، يعني في كل بلارة نديرو ملعقة تاع سكر وملعقة تاع الملح. إلا كان بلارة تاعك كبيرة تاع 2 كيلو ولا ديري ملعقة تكون كبيرة ديك تاع الماكلة. هنا بعد ما حطيت السكر والملح في البلارة تاعي كامل، المكون الأساسي اللي لازم يكون هو حمض السيتريك، نديرو على راس المغرف، يعتبر كمادة حافظة. هنا ما تبداوش خواتاتي تقولوا لي مش مليح ومضر ومنا، لو حطوا في بالكم باللي جميع تقريبا المواد الغذائيه اللي نتناولوها يدخل في تركيب تاعها حمض السيتريك، يعتبر كماده حافظه. هنا تقدروا تستغنوا عليها تعوضوه بالليمون، يعني ملعقه كبيره تاع عصير الليمون. هنا بعد ما حطيت المواد الحافظه تاعي كامل، جبت هنا ماء يكون بارد يعني ماء عادي. من الاحسن ديروا هذا الماء المعدني، كي تبغيو تحتفظوا هكا بالمكونات تاعكم ديروا ماء معدني احسن. هنا راح نعمر البلارات تاوعي بهذا الشكل هذا، نعمرهم كامل حتى نغمر هذيك الكميه تاع الجلبانه. بهذا الشكل هذا تعمروهم كامل كما راكم تشوفوا. ماء بارد، تقدروا ديروا ماء يعني تغليوه وتخليوه يبرد ومن بعد ديروا هاد الجلبانه تاعكم، ولا ديروا قرعه تاع ماء معدني. فوالا بعد ما عمرتهم كامل بالماء راح نغلق
هذا البلارات ولا هذا العلب الزجاجيه نغلقهم مليح. لازم تكون عندك هكا شويه قوه، تضغطي مليح وتغلقي وتعاودي تتاكدي، ومن بعد نقلبوهم. تقلبوا البلاره تاعكم هكذا باش تتاكدوا باللي البلاره تاعكم ما يخرج منها الماء، لانه كان تكون تخرج الماء تحطوها احنا من بعد راح نغليو هذه البلارات هذو، يكون ما يخرج منها ولا يدخلها الهواء راح تطرطق البلاره تاعكم. يعني من الاحسن ديروهم هكا وتحركوهم هكذا باش يهبط هذاك الملح والسكر كامل في الجلبانه تاعنا، وتقلبوهم بالطريقه هذه. من بعد انا لاحظت بلي كاينه بلاره وحده يعني تخرج الماء، عاودت نحيتها واستبدلتها. شوفوا هنايا تخليهم هكذا واحد ل5 دقائق وتعاودوا ترجعوا ليهم بهذا الشكل هذا. من بعد راح نعاود نفيريفي البلارات تاوعي اللي لقيتها مثلا محلوله ولا تخرج الماء ولا يدخلها الهواء، لازم نعاود نغلقها مليح. هذه انا لقيتها يعني الغطاء تاعها مش مليح، عاودت استبدلتها بهذا الشكل هذا. من جهه اخرى نجيب اناء يكون كبير هكا، كوكوطه ولا مرميطه ولا اي حاجه تهز لك البلارات تاعك، تحطوا فيهم البلارات بهذا الشكل هذا. راح نغليو هذه البلارات بالطريقه العاديه، نغمرهم كامل بالماء. انا درت هذه الكميه، والبلارات اللي تبقاو لي راح نديرهم في اناء واحد اخر. كيما راكم تشوفوا راح نغمرهم كامل بالماء، لازم نعمرهم هكذا بالماء كيما راكم تشوفوا. والكميه اللي تبقات لي اكيد راح نزيدها في اناء واحد اخر. هنا واش راح ندير؟ راح نحط الكوكوطه تاعي على النار ونخلي هذه البلارات حتى يغلي هذاك الماء. شوفوا البنات كي تشوفوه تحطوه على النار، هنايا راهو بدا الماء كانه راح يبدا يغلي. كي يبدا يغلي تشوفوا هكا هز الغليه، احسبوا لهم 5 دقائق، يعني 5 دقائق 7 دقائق ما تفوتوهمش، لازم ما يفوتش هذا الوقت هذا. وهنا الاناء الثاني اللي حطيت فيه البلارات حبيت نوري لكم فقط. هنا شوفوا هنا الماء راهو بدا في مرحله الغليان. هنا نشوف هكا الكرونو ونشوف نحسب 5 دقائق 7 دقائق ونطفي على هذيك الكوكوطه، ونخليها الماء هذا ما نحيش البلارات تاوعي من الماء، نخليهم حتى يبرد عليهم الماء كامل. لازم يولي هذاك الماء بارد. هذيك الساعه نحي البلارات تاوعي ونشفها من الماء. هنا شوفوا الماء هنايا راهو بدا يغلي، وانا راني نحسب في الوقت لازم 5 دقائق 7 دقائق، يعني راح تكون كافيه. هنا بعد ما بردوا معايا مازال راهم شويه دافيين، نحيهم نمسحهم هكا بسرفيته، نحي لهم هذاك الماء ونقلبهم بالطريقه هذه هكذا باش هذيك الكميه تاع الهواء تهبط لتحت. وعلى شوفوا الشكل تاعهم هما الجبانه تاعنا راح يتغير شويه اللون تاعها وكانها راهي بدات تطيب، يعني بصح ماهيش طايبه 100%. هنا شوفوا هنا البلاره تاوعي كامل نحيهم ونقلبهم من الجهه الاخرى ونخليهم حتى يبردوا، لازم مليح مليح. هنا راكم تشوفوا الجبانه تاعنا بعد ما بردت، شوفوا راهي بقات على حالها، راح تبقى لكم مده عام ما يصرى لها ولا شيء. البنات اللي ما يحبوش يحتفظوا هكذا في المجمد، اقترحت عليكم هذه الطريقه هذه، سبق لي وحطيت لكم فيديو تاع الجلبانه ويعني لقى مشاهده مليحه وعجبكم بزاف. حبيت نزيد نشارككم هذه الطريقه هذه ولا هذا التدبير هذه، ونتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت اعجابكم. هاي لكم الجلبانه تاعنا، دوكا راح نديروها في البلانكار، خليوها خارج الثلاجه، يعني ما ديروهاش في الفريجيدار، راح ديروها على برا وتبقى معاكم كيما راهي. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاعنا نهار اليوم استفدتوا منه ولو بالقليل. ما تنساوش تخليوا لي رايكم في التعليقات وبارطاجيو الفيديو على اوسع نطاق هكذا باش يوصل الفيديو تاعنا لاكبر عدد من المشاهدين. وما تنساوش خدكم شهر زاد باللايك للفيديو. بقاني غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، تهلاو في صحتكم، نتلاقاو على خير باذن الله تعالى في فيديو اخر. الى اللقاء.